يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. في زوايا مخفية في العالم ده بتحصل حاجات لو حد حكاها لك هتقول عليه مجنون. هتشوف ناس قلوبها ميتة وبتاكل الروح وهي لسه بتعافر، وأسرار مدفونة تحت مية المحيط لو طلعت للبر هتخوفك من بكرة. ومش بس كده، ده احنا هنشوف تقاليد في صالونات الحلاقة بتحول الوش الحجر. وفي الآخر هكشف لك السر اللي ورا ضرب النار، وازاي الرصاصة بتتحول لبركان بيحرق الأخضر واليابس. ركز في كل دقيقة عشان اللي هتشوفه دلوقتي مش هيتكرر تاني، ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب لبن في العالم. أيوة يا سيدي، الحوت طلع فيه لبن زي البقر بالظبط، وده لأنه من الثدييات اللي عايشة في المية. والمشهد اللي قدامك ده أول ما هتشوفه هتقول سبحان الله. والمعلومة هنا إن اللبن ده مش زي اللبن اللي بنشربه، ده تقيل جدا وقوامه عامل زي الزبادي أو معجون السنان، ونسبة الدهون فيه بتوصل ل50%. والسبب في كده إن اللبن لو كان سايل زي المية كان هيتفند في المحيط والابن مش هيعرف يشربه. فسبحان الله، ربنا خلاه تقيل عشان الحوت الصغير يقدر يبلعه بسرعة وهو تحت المية ويكبر ويقاوم البرد. سيبك بقى من لبن الحيتان وتعال نشوف صالونات الحلاقة. تعال بقى أوريك الموضة اللي انتشرت بين الرجالة دلوقتي وفي ناس كتير بتعملها، وهي المادة اللي بتشيل الشعر. المادة دي يا سيدي هتلاقيها في كل صالون حلاقة، بيحطوها على الجسم أو على البشرة زي ما انتوا شايفين، وبتنشف وتكون عاملة زي البلاستيك. واللي هيصدمك إن المادة دي في الأساس نوع من الواكس أو الشمع الحراري، والمشكلة إنها لو سخنة زيادة عن اللزوم أو نوعها مضروب ممكن تعمل حروق من الدرجة التانية في ثانية. والأخطر إنها بتشيل طبقة من الجلد الحي مع الشعر لو اتثابت وقت طويل. فيعني لو فكرت تجربها اتأكد إنك عند حلاق إيده تتلف في حرير. سيبك بقى من صالونات الحلاقة ووجعها، وتعالى نشوف أغرب العجايب في الهند. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب أنواع العلاج الطبيعي اللي موجودة في العالم، واللي مش هتصدق هم بيعملوها إزاي. العلاج ده بيسموه بلسعة التعبان. يعني بدل ما تروح للدكتور يديك حقنة، بتروح للتعبان يديك بوسة بس مسمومة شوية. وعلى فكرة الموضوع ده مش مجرد افتكاسة، ده علم معروف واسمه بالإنجليزي سنيك فينوم ثيرابي، وبيستخدموا فيه بروتينات معينة من السم بعد ما يعالجوها عشان تخفف الآلام المزمنة وتحسن الدورة الدموية. بس طبعا لازم يكون تحت إشراف ناس متخصصة، مش أي حد يمسك تعبان ويجرب في نفسه. سيبك بقى من التعابين وتعال نشوف مع بعض سر الرصاصة. لو انت بقى عايز تعرف الطلقة بتطلع ازاي من المسدس او من السلاح، فالمشهد اللي معانا النهاردة هيبسط كل حاجة وهيعرفك هي ازاي بتخرج. القطعة الصغيرة اللي في اخر الطلقة دي هي كلمة السر، او هي الشرارة اللي بتخلي الطلقة تطلع من المسدس وبكل بساطة. وخد بقى المعلومة دي عندك، عارف الجزء اللي بيفرقع ده اسمه الكبسولة او البرايمر، ودي عبارة عن مادة حساسة جدا، بمجرد ما الإبرة تلمسها بتعمل انفجار لحظي بيولع في البارود اللي جوه الرصاصة. والغاز اللي بيطلع من حرق البارود ده هو اللي بيدي الزقة القوية للطلقة عشان تطير بسرعة بتعدي سرعة الصوت في أنواع كتير من الأسلحة. يعني الموضوع كله كيمياء وفيزياء في أقل من ثانية. سيبك من ضرب النار وتعال نشوف الناس اللي قلبها ميت. تعال بقى أوريك الناس اللي قلبها ميت وبتاكل الأكل وهو لسه بيلعب. في دول زي إندونيسيا والصين مفيش عندهم وقت للنار ولا للطبيخ، هم بيصطادوا الحاجة من هنا وياكلوها نية من هنا. أيوة يا سيدي، سمك ماشي، لحمة ماشي، وكله بيمشي. وخد بقى المعلومة دي عندك، هم بيعملوا كده عشان فاكرين إن الأكل وهو صاحي بيدي صحة وقوة أكتر، وبيقولوا إن الفيتامينات بتبقى لسه بخيرها قبل ما النار تضيعها. طب الكلام ده صح ولا غلط؟ بص يا سيدي، الموضوع ده مخاطرة كبيرة قوي، لأن الأكل الني ده بيبقى مليان بلاوي وبكتيريا وممكن يقلب بتسمم يوديك في داهية. سيبك بقى من الأكل اللي بيتنطط وتعال نشوف مكنة الزبدة العجيبة. عمرك شفت اللبن وهو بيتحول لذهب أبيض قدام عينك؟ الاختراع اللي شغال قدامك ده هو السر اللي بيطلع لنا أحلى زبدة بلدي في وقت قياسي. المكنة دي رغم إن تصميمها قديم وشكلها بسيط، بس لسه مسيطرة في أرياف الهند. وخد بقى المعلومة دي عندك، المكنة دي بتشتغل باللف السريع عشان تطرد السوائل وتجمع الدهون في ناحية واحدة، والعملية دي بتخلي الزبدة تطلع مركزة جدا وقيمتها الغذائية عالية. والأحلى من كده إنها بتفصل الخض أو اللبن الرايب لوحده، وده كنز لوحده في المعجنات والمخبوزات. يعني مفيش فنتوفة واحدة من اللبن بتروح على الأرض. تعال بقى أوريك أغرب الأكلات اللي موجودة في أدغال أفريقيا، وده مش في مطعم 5 نجوم، ده في قلب أدغال أفريقيا. هناك يا سيدي مفيش حاجة اسمها مش بحب الأكلة دي، الناس هناك ماشية بمبدأ اللي يتقفش يتاكل، لدرجة إنهم بيصطادوا السحالي الضخمة اللي تخوف
لا وكمان القرود داخلة في اللعبة وعادي جدا. والمعلومة هنا إن الموضوع ده يا سيدي مش مجرد سد جوع وخلاص، ده في قبائل هناك بتعتبر أكل السحالي والزواحف دي دلع ووليمة محترمة للغاليين، وكمان بيعتقدوا إن لحمها بيدي طاقة جبارة وقوة مش موجودة في أي أكل تاني. يعني بالنسبة لهم دي أكلة السعادة اللي بتظبط الدماغ وتخليك تمشي في الغابة كأنك شايل موتور تربو. سيبك بقى من أكل الغابات وتعال نشوف الأسنان لو باظت بتتصلح إزاي. لو انت بقى فاكر ان تركيب السنان حاجة صعبة، فأحب أقولك ان الموضوع دلوقتي بقى سهل، وممكن أي دكتور يعملها عادي جدا، عشان في منها التركيب وفي منها الزراعة. الزراعة يا سيدي بيعمل لك فتحات في اللحم، وبعد كده بيركب لك المسامير في العظم بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي، وبعد كده بيجمع الأسنان وبتكون كأنها طبيعية. والمعلومة بقى اللي تهمك ان العملية دي اسمها دينتال امبلانت أو الغرسات السنية، والمسامير اللي بتركب دي بتكون مصنوعة من مادة التيتانيوم، ودي مادة ذكية جدا لأن العظم بيتعامل معاها كأنها جزء منه وبيلحم فيها، وعشان كده الأسنان دي بتعيش العمر كله وما بتصديش ولا بتتأثر بأي أكل. سيبك بقى من السنان وتعال نشوف احتفالات الهند الغريبة. تعال بقى أوريك الهنود لما بيحبوا يوجعوا قلبنا معاهم. الناس دي يا سيدي بيقعدوا 10 أيام يلبسوا ويتدلعوا في تماثيل وورد وزينة وهيصة، وتحس إنهم بيجهزوا الفرح بنت العمدة. وبعد ما يخلصوا ال10 أيام بدل ما يروحوا يناموا بياخدوا التماثيل دي ويرموها في المية. والمعلومة اللي هتصدمك إن المهرجان ده اسمه غنيش شاتورثي، والسر في رمي التماثيل في المية إنهم بيعتقدوا إن كده بيودعوا همومهم ومشاكلهم للسماء، وكأنهم بيموتوا الحزن عشان يحيوا مكانه حياة جديدة. سيبك بقى من الاحتفالات وتعال نشوف أشهر بياع في الهند. تعال بقى أوريك أشهر بياع في الهند، وده مش بس مشهور هناك، ده لف العالم كله بترنداته. يعني لو نويت تصيف في الهند لازم تعدي عليه وتشوفه بعينك. البياع اللي قدامك ده يا سيدي بيعمل أكلات شعبية توديك في داهية، والناس بتقف وراه طوابير أطول من طابور العيش يوم الجمعة. واللي هيجننك إن الراجل ده اسمه سونو شوكلي، وده صاحب أشهر محل بيعمل وجبة الدال كشوري في مدينة إندور بالهند. والمفاجأة إن شهرته وصلت للعالمية وبقى علامة مسجلة، لدرجة إن السياح بيقطعوا تذاكر طيران مخصوص بس عشان يقفوا يتصوروا معاه وهو بيطير الأكل في الهواء قدام الطاسة. سيبك بقى من بياع الهند وتعال نشوف اللي بيلعبوا في ملامح الوش. من الحاجات الغريبة اللي طلعلنا اليومين دول هي تقطيع الجلد. أيوة زي ما سمعت كده، سيبك من عمليات التجميل اللي احنا عارفينها، ده الموضوع قلب هندسة ومقاولات. الغريب بقى يا سيدي إن أي حد وشه مش عاجبه أو حاسس إنه مكرمش شوية بيقوم رايح شايل الجلد الزيادة كأنه بيقص قماش عند الترزي. واللي هيخليك تهرش في دماغك من الحيرة إن العملية دي اسمها العلمي 5D Facial Sculpting، وفي دول دلوقتي بقت بتعتبر عمليات التجميل دي هدية تخرج رسمية. والمفاجأة إن التقنية دي بتخلي المريض يشوف شكله النهائي بالظبط ب 3D قبل ما المشرط يلمس وشه، يعني داخل وعارف هو هيطلع نسخة من مين بالظبط. سيبك بقى من التجميل وتعال شوف أغرب مهندس هندي في التاريخ. تعال بقى أوريك أغرب كهربائي موجود في الهند، واللي بيسموه بالكهرباء المجنون، علشان أي حاجة بيصلحها كأنه بيكسرها بالظبط. الراجل ده بيمسك الجهاز ويفضل يرزع ويخبط فيه بكل قوته، لدرجة إنك لو واقف جنبه هتقول خلاص الجهاز فرفر وطلع روحه. لكن المفاجأة إن الناس واقفة عليه طوابير وزحمة موت زي ما انت شايف. واللي هيجننك إن الشخص ده حقيقي واسمه أنوار، وبقى ترند عالمي بلقب ماد إلكتريشن. والسر يا سيدي إن رغم التكسير والرزع ده الأجهزة بتشتغل معاه زي الساعة، لدرجة إن الهنود بيعتبروا طريقته دي هي اللي بتطرد الأرواح الشريرة من الجهاز وترجعه جديد فابريكا. وبس كده يا سيدي خلصت حكايتنا وشفنا العجب من أكل السحالي لحد الكهرباء المجنون. قول لي بقى في التعليقات إيه أكتر لقطة صدمتك النهاردة، وما تنساش اللايك المتين عشان اللي جاي أغرب بكتير. سلام.